ازيكم؟ النهارده معانا فيديو سوبر ماركت عشوائي الجزء الرابع، فيلا بينا نبدأ. هندخل في الموضوع على طول عشان ايه منضيعش وقت كبير في الفيديو، فيلا بينا نبدأ. نشوف هنبدأ بايه. هبدأ يا ماما في ده عشان متحمسه له قوي جدا. بوب كورن بالشوكولاتة من شركة فان داي. معانا تقييم. يلا. ريحة الشوكولاتة قوي من بتاعة الكيس. يا لهوي طعم ايه؟ شكله. بصوا يا جماعة، هم مش شايفين حاجة كده. بصوا ده شكله. بسم الله. واو تحفة. بصوا يا جماعة، هو طعمه شبه عارفين الفشار الملون، هو بقى نفس طعمه بالظبط. ايوه بالظبط، عندك حق، صح. كانت عامله قبل كده عنه ريفيو عن الفشار، هو بطعم الفواكه. هو حلو بس مش شوكولاته، مش حاسه طعم الشوكولاته خالص. هي كانت الريحه شوكولاته بس طعم لا. ماشي اللي بعده. اللي بعده يلا بسرعه. ده ماشي ده بالملح. انا رايي اصلا نعمل الفيديو من تايجر اللي هو القطعه اللي هي الجديده دي. ايوه ده جديد بس التاني قديم. بص هو ملح وخل بسمك. يلا. ما انت مش هتدوقي طبعا عشان بتحبش الشيبس الخلاص. انا فعلا ما بحبش الشيبس الخل، بس هدوق حته صغننه عشان ابدي رايي. طعمه شبه بالظبط. طيب بصوا، انا ما بحبش الخل، انا بحب الشيبسي والخل والملح، ما بحبوش الطعم ده. فده هو حلو ومقرمش ومش مزيت وكل الحاجات، هو حلو يعني. فالناس اللي بتحب الطعم ده تحبه. بص عم تاكله زي القرد، انا ما باكلوش. فانا بالنسبه لي ما بحبش الطعم ده. هختار انا بقى عشان انا اصلا متحمسه قوي لده، عايزه وانا اجربه. كمان انا ده بقى عاوزة حار شويه، فاعتقد يعني يعجبني ان شاء الله. انا هدوق انا كمان عشان بحب الحار. بصوا شكله كده حلو يا قوي، لهوي عليه. شكله لذيذ بابس كده. بصوا بقى الاسعار يعني ايه. ده كان ب 18. 18. هتاكد لكم ندوق. بصي، انت عارفه يا ماما البتاع اللي هي بتلون الايد وبتلون اللسان. هي بقى ايه. هو بس هدوق حاجه. الله نشوفه. مش طعمه حراق. حراق قوي. حلو. حلو. لا في الاخر حراق. في الاخر بس انا مش حاسه باي حاجه. لا واضح. اقسم بالله. انا حبيته، عجبني قوي ده. عجبني بجد، عجبني. حبيته، حلو قوي يا جماعه ده. حلو قوي. بس اسمه بونكي ولا تقريبا يعني اهو. كان في منه واحد تاني كان بايه مش فاكره، بريحان ولا ايه. المهم ان انا جبت ده. في منه اطعم تانية لو لقيتوه. اسمه بونكي فينجر سناكس، طعم السراتشا الحاره. فده لطيف قوي. عارفين بدل ايه؟ بدل اللي هو اسمه ايه ده مش فاكره. كان في كده حاجه كده سناكس كده برضو حادق، كنت بحبه، نسيت اسمه، بس هو منقطع دلوقتي. بصوا يا جماعه فعلا الشيبسي عندها ده مليان فعلا. بصوا الكيس مليان على اخره بجد. بصوا هنا يعني ده مش مليان. مش فاكره ده بكام، ب10 لا اكتر والله مش فاكره. لا هو هجيب في الاخر مهم. البتاع ونشوف. بس انا يا جماعه لقيت واحد بس حار، بس هو قلت مش هجيبه اصلا. هي ما جابت ده وانا جبت ده. يلا بصوا ده برضو من فان داي سناكس حادق، تعالوا نجربه. حادق وات؟ بسكوت حادق. حادق قوي. ده بطعم البيتزا. انت جربه، عمري ما دقت الطعم ده. ولا مش هتحبه عشان فيه زيتون. انا حبيته. احنا عكس بعض. ولا بتحبش الزيتون. حلو جدا. بصوا يا جماعه، خلينا نتفق على حاجه. الطعم كل واحد يجيب الطعم اللي هو بيحبه طبعا.
بس البسكوت نفسه حلو مقرمش تحفة بجد. انا بحب شركة فاندي يا جماعة، والكيكة بتاعتهم تحفة. هوريكم كاب كيك كنت جايباه بس قلت مش هصوره يعني، بس هوريهولكوا برضو من فاندي، حلو جدا. طيب نختار بقى بسكوت ولا كيكس ولا ايه؟ لا انا عاوز ده. ماشي تمام. لا دي برضو قلت اجربها، كيك عسل بس بنكهة القهوة، فحسيناها جديدة. خليط من كريمة القهوة، يعني الكريمة اللي جوه قهوة، وهي كيك عادي عسل. فتعالوا هو شبه الكيكه الفلانية اصلا. فانيليا. مش عارفه اقولها. عادي كيكة كيكه عاديه جدا خالص. بس فيها شويه زبادي. بس حتة. انا عاوزه ادوق. ما هندوق اهو خدي هاتي. حتة قهوة حلوة طرية حلوة طريقه كده. قوي. بصوا شكلها كده. حلوة قوي. انا اشوف هي تبع شركة ايه. انا مش عارفة هي تبع ايه، بس هي حلوة قوي ونظيفة قوي يعني، يعني الكواليتي حلو. طب يلا اللي بعده. هو بصوا يا جماعه الكيكه دي بصراحه طعمها فلانية عادي كده. بس هي في مشكله صغيره. المشكله ايه؟ المشكله ان هي طعمها كده كانكم كده في حاجه كده كانكم انتوا بتاكلوا كيكه بره اصلا كانكم. كأننا فعلا. بصوا بالله يلا. انا عارفه كل الحاجات بتاعها اصلا بصوا دي شوكولاتة، شوكولاتة. تنت شوكولاتة يعني. دودي طعمها شوكولاته عادي جدا. اقسم بالله. هي فعلا طعمها شوكولاتة عادي بس حلوة قوي، حلوة قوي يعني، الكواليتي نظيفة جدا. طيب ها ده بصراحه ماشي. ونيرو كوكيز عمري ما جربتوش خالص، فتعالوا نجرب. يعني كوكيزاية كده كبيرة. كوزاية كبيره. اوكي مش هناخدها كلها يعني. هي شوكولاته. هي في الاخر تحفة كوكيز. الشوكولاتة اللي فيه كواليتي عالية جدا، برافو عليكم بجد، حلو قوي ده. ده مع القهوة بصراحه. خطير. دي بتاعتي محدش قرب منها، انا بقول لكم. فاضل ايه؟ فاضل ده اخر حاجة، بسكوت بالبرتقال. انا بحب حبيت ان انا البسكوت اجربه، بالبرتقال قوي. يلا نشوف. بصوا اوكي هما هو ده زي كده. شكله. اخد من ده. اوكي هو شكله هو من حلو. جوه تقريبا، استنوا. هي كريمة البرتقال. هنشوف. هو كأنه كده جيلي. كأنه من جوه جيلي. تحفة بجد تحفة. دي بتاعتي ما فيش حد يقرب منها. هش جدا، خطير ده. ده خطير يا جماعة، خفيف قوي وتحفة. جربوه. بصوا يا جماعه هو البرتقال مش مسكر قوي يعني. ايوه فعلا مش مسكر، وهش وخفيف وتحفة. يا ريتني جبت منه، كان فيه نكهتين كمان، الفانيليا عادي وكان فيه جوز هند. ممكن المرة الجاية ابقى اجيب النوعين التانيين ونعملهم بقى في ريفيو خالص لوحده، لان هو بجد يستاهل التجربة. بصوا ده كب كيك اللي انا كنت عايزة اقول لكم عليه. فان داي. الكب كيك ده تحفة بالفواكه المجففة، وفي منه بقى حاجات تانية كتير يعني، جربوه بجد حلو جدا. طيب انا عايزه اقول لكم الاسعار عشان تبقوا عارفين. بصوا الكيكه دي ب10 جنيه، حاساها غاليه قوي على يعني، هي صغيره. ب10 جنيه. بان بي، دي اسمها بان بي. كيكه العسل هما الكيكه نفسها كيكه العسل، بس الحشوه بتبقى مختلفه يعني، دي بالقهوه ودي بالشوكولاته، فاهمين؟ ده اللي بالسراتشا ده ب15. و بسكوت ده ب11 تقريبا، ب10، لان السوبر ماركت ده بيبقى فاهم حاطين فيه يعني، ممكن تلاقوه بره ب10 مثلا. و استنوا عشان حاجات دخلت في بعضها. ماشي. فان داي الكيكه الكب كيك اللي قلتلكوا عليها دي ب7 او ب8، يعني هتلاقوها ب7 بره. وده ب10 الفشار، وده ب15. مش عارفه هو سعره كام بره، ممكن تلاقوه اقل يعني. ايه تاني ناقص؟ خلاص الفان داي اللي هو ده بالبيتزا، بس أنا عشان بقرا لكم من الريسيت فثواني.
ب6 يعني، ممكن بره يبقى ب5. انا بقولك صوامكا ده بياخد يعني تقريبا جنيه، نص جنيه، فاهمين الفكه دي. بس فده كان ريفيو النهارده، يا رب يكون عجبكم ونكون كده خفاف على قلبكم. وترشيحاتي انا بالنسبه لي ده تحفه. ده كمان حلو قوي، سناكس حادق. الكيكه حلوه قوي بس سعرها مبالغ فيه شويه. حد يقول لي 10 جنيه مبالغ فيه؟ لا، مش قصه 10 جنيه مبالغ فيه، قصه ان هي كيكه عاديه. يعني الكيكات دي الحجم ده اي شركه تانية بتباع ب5 جنيه، ب6 جنيه، مش اقل من كده. كوكيز دي نسيت اقول لكم على اونيرو كوكيز. اونيرو كوكيز ب5 جنيه، يعني فاهمين قصدي؟ ده السعر اللي متعارف عليه. بالمناسبه يا جماعه، انا شركه اديتا كانوا بيقولوا ان هما مش مقاطعه، عشان بس محدش يقول لي دي تبع اديتا، اديتا مقاطعه. الراجل قال 100 مره ان هما شركه مصريه، انا بالنسبه لي يعني تمام. مش عارف، ما عنديش معلومات اكتر من كده يعني في القصه دي. نرجع بقى للترشيحات. ده حلو قوي، ده تحفه. البسكوت ده يا جماعه تحفه. ده بالنسبه لي حلو قوي، بديل للبسكوت التاني اللي هو المقاطعه دلوقتي. هايل. الكيكتين دول حلوين بس سعرهم مبالغ فيه. كوكيز تحفه، الشوكولاته اللي فيه كواليتي عاليه جدا. انا بالنسبه لي التايجر حلو جدا، بس النوع ده او الخل انا ما بحبش. ده مش عارفه او عجب رؤية، بس انا بالنسبه لي حاساه مسكر ومش حاسه بطعم الشوكولاته فيه بصراحه. بس يا رب يكون الريفيو عجبكم، ونشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.